اسمعوا مني يا جماعة، شوفوا هالفيديو اللي هون ونيك رح تستفيدوا كتير. هو حقيقة في بعض العبارات اللي تعبر في كيف المرأة تكسب الرجل وكيف تخلي الرجال يتعلق فيها، وأغلب هالعبارات لها علاقة بشهوة الرجل، يعني إما معدته اللي هي شهوة الطعام، أو غرفة النوم اللي هي الشهوة الثانية في العلاقات الخاصة. فإذا المرأة أحسنت الدخول من بوابة الطعام أو الدخول من بوابة العلاقة الخاصة، هكذا يقال دائما عن الرجال، في هالحالة صار الرجل مثل الخاتم بإصبعها وملكته. لكن السؤال، هل هذه قاعدة لكل الرجال؟ الجواب لا. في كثير من الرجال ما يهمه معدته بشكل أساسي، أو عند المطاعم متعود عليها ويطلب طلبات توصلنا للبيت، ما عنده مشكلة في الموضوع. وفي بعض الرجال ما عنده قضية غرفة النوم قضية أساسية، واليوم حسب الدراسات والإحصائيات 30% في العالم عندهم نسبة عقم، هذا غير الضعف. فإذا مو دائما هالبوابتين هم اللي يملكون فيها النساء الرجال. طيب إذا لو أنا أبي خلي زوجي يحبني، هل في بوابات ثانية غير هالثنتين؟ الجواب نعم، في 3 بوابات خطيرة جدا ومهمة جدا، 3 مداخل. المدخل الأول أنا أشوفه هذا أساسي جدا، اللي هو الاحترام. المرأة ممكن تملك زوجها لو الزوج عنده شعور باحترامها له، هذا مدخل مهم. المدخل الثاني، وهذا كل الرجال يحبونه، ما في رجلين يختلفون عليه، اللي هو الامتنان. شنو يعني الامتنان؟ الرجل عنده عطاءات، عنده أعمال، عنده مبادرات، عنده إنجازات، سواء على مستوى الأسرة أو الأولاد أو الأهل. لما يلقى مرة تقدر هذا العطاء أو تشكر هالإنجاز أو تمدح هالمبادرة، الرجل من الداخل يشعر برجولته، يشعر أنه سوى شيء، وأنه في أحد قاعد يقدر وقاعد يحترم وقاعد يشوف. هني هذه نقطة ضعف الرجل. ليش؟ لأن كل الرجال يحب يكون شيئا مذكورا، ويحب أنه يكون هو قاعد يسوي شيء. فلما يصير المقابل فعلا في امتنان، يشعر بالاستقرار والراحة، وكذي فعلا هي تمتلكه. الشيء الثالث اللي هي نقطة ضعف الرجال، حسن التدبير. الرجال بشكل عام عندهم القضية المالية أساسية في إدارة الحياة أو في المعيشة. اللي صار عنده وحدة مسرفة مبذرة يكش أو يمسك، يصير بخيل، أو يصير ما يحب هالبيئة اللي هو فيها، لأنه يحس التعب اللي قاعد يتعبه قاعد يروح هباء منثورا. لكن لما يشوف عنده وحدة تحسن التدبير وتساعده في التوفير، هلا مو يحبها، يتعلق فيها. ليش يتعلق فيها؟ لأن تعلقه فيها مرتبط في حماية ماله وادخار فلوسه، فصارت هي مثل الوسيلة في الموضوع، فملكته وملكت قلبه. هذه 3 بوابات أنا أشوفها مهمة: الاحترام، الامتنان، حسن التدبير. يبقى عاد في أشياء خلينا نسميها خفيفة وصغيرة وسريعة اللي تخلي الرجال يتعلق في المرأة، اللي هو بند التشابه خلينا نسميه. هو يحب السفر، هي تحب السفر، حبوا بعض زيادة، تعلق فيها زيادة. هو مثلا يحب الطبخ، اكو رجال يحبون يطبخون، وهي تحب الطبخ وتساعده في الطبخ،
يتعلقون ببعض أكثر. عنده هواية الرسم وهي تحب ترسم أو تصور، ركبوا على بعض أكثر، حبوا بعض أكثر. هو مثلا يحب العمل النقابي أو السياسي وهي تحب العمل النقابي أو السياسي، اندمجوا أكثر. هو يحب النشاط الخيري أو العمل الخيري وهي مدمنة عمل خيري، حبوا بعض أكثر. هذه أنشطة احنا نسميها مشتركة. كذي بهالحالة يتعلق الرجال في زوجته لما يشعر ان اثنيناتهم سفينة واحدة، مو كل واحد فيهم سفينة ولا كل واحد فيهم يغني على ليلى بروحه، لا. فهذه يعني النقاط اللي تخلي المرأة فعلا تتعلق في الرجل أو الرجل يتعلق في المرأة. هل عندكم مشكلة بالحوار؟ هل لما تتكلمون مع بعض تتهاوشون؟ هل تفهمون بعض غلط؟ هل في مترجم سيء بينكم وبين بعض في الحوار لدرجة أن صرتوا تسكتون أو صرتوا ما تتكلمون ويمكن كل واحد ينام بغرفة؟ احنا في دكتور خطوبة نساعدكم، ننظم الحوار وندربكم ونعلمكم شلون تتحاورون مع بعض بطريقة إيجابية، لأن الهدف أن تكون أسرتكم أسرة مستقرة ويكون زواجكم زواج سعيد.